كان راجع بيك الزمن تاني كنت تدخل طب من جديد؟ الصراحة لو رجع بيك الزمن تاني تدخل طب من جديد؟ هدخل طب الصراحة. لو رجع بيك الزمن تاني تدخل طب من جديد؟ ان شاء الله. الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم. الإجابة أيوة للأسف عشان أنا غاوي جلد ذات. مع ان وانا بدخلها ما كنتش عايز، بس انا لو راجع بيا الزمن هدخلها تاني. الصراحة لو رجع بيك الزمن تاني تدخل طب من جديد؟ ادخل طب من جديد طبعا بدون نقاش. لا طبعا. اكيد؟ لا باذن الله لا. طب كنت تختار ايه؟ فنون جميله. ماشي. للأسف ليه؟ للأسف ها شوف عصا أخويا رجع بيك الزمن تاني تدخل طب من جديد؟ ادخلها طبعا. اكيد؟ انت بتحرجني يعني اكيد. دلوقتي احنا مع المتسابقين، عرفونا بنفسكم. عمر زكريا عبد الحميد. عاصم علي. هتسألوا سؤال بسيط اكمل. ماشي. زكريا، زازا فزازا وجاج طازه. ورد بيفتح ويا في الفازة ويا الفازة. ورد بيضحك بره الفازة. جامد. طب نكمل. اجابتي والله سرق اجابتي، ده ظلم. عاملين زي نجوم السيما. أحمد رمزي ورشدي أباظة. جامد. تتسأل سؤال طبي ولا سؤال اكمل؟ خلينا اكمل. زازا فزازا وجاج طازه. لا سؤال طبي بقى. ايه اكتر ماده حبيتها في الكليه وحبيتها ليه؟ الجراحة عشان فيها اكشن كتير بالايد وانا بحب الحاجات دي الصراحة يعني. ايه اكتر ماده حبيتها في الكليه وحبيتها ليه؟ اكتر ماده اكاديمي ولا كلينيكال؟ براحتك. طيب الاكاديمي عشان فيسيولوجي دكتور ناجي طبعا يعني. تمام. والكلينيكال اعتقد كانت الاطفال عشان الدكتور الأزاز كان شرحه جامد جدا جدا. هخيرك بين حاجتين، تتسأل سؤال طبي بسيط ولا سؤال اكمل في اي حاجه؟ سؤال اكمل في اي حاجه. طيب. زازا فزازا وجاج طازه. واحد بيلعب جوه الفازه. عاملين زي نجوم السيما. احمد مازا وجدي اباظه. قول لي ايه اكتر ماده حبيتها في الكليه وحبيتها ليه؟ اكاديمي ولا كلينيكال؟ اي حاجه. في الكلينيكال الرمد، وفي الاكاديمي فيزيولوجي ذن باثولوجي. فسيولوجي عشان خاطر المعتمد على الفهم اكتر، انا ما بحبش المواد الحفظ الصراحة. اكتر ماده حبيتها في الكليه كانت الهيستولوجي. هيستولوجي. تمام. حبيتها ليه بقى؟ عشان كتكات الكليه. سيرجري عملية قوي الصراحة يعني. هو الاجابه هتبقى مثيره للجدل. اكتر ماده حبيتها هي ماده النساء على الشقياد. عشان بص، هي دي كانت اكتر من اكتر المواد اللي كنت خايف وانا داخلها، واحسن نتيجه ليا في الكليه فحبيتها وارتبطت بيها يعني. سؤال صعب بصراحه، بس من المواد اللي حبيتها بشكل عام فيسيولوجي، اللي هي بتعرفك على عظمه ربنا مباشره. انت بتعرف كل حاجه شغاله ازاي، وكل حسبه ربنا عاملها ازاي على وجه الدقه، وكل حاجه معموله الغرض والغايه بلا عبث يعني خالص. يا عاصي، ايه اكتر ماده حبيتها في الكليه وحبيتها ليه؟ حاجه حبيتها في الكليه اكتر ماده. هي مش ماده. بص دلوقتي هخيرك بين حاجتين، تتسأل سؤال طبي ولا سؤال اكمل ممكن يكون في اي حاجه؟ سؤال طبي. قول لي اسم مرض بيبدأ بحرف الدي. دايابيتس. سؤال اكمل في اي معلومة. سنوحي وحابي. وتيتي شيري. سنوحي وحابي. وتيتي شيري. انا كده مبسوط وسط اصحابي. لا مش فاكر. اكمل في اي معلومة. زازا فزازا وجاج طازه. اللي بيضحك بره الفازة. قربت. ماشي. تعالى كمل. تعالى. عاملين زي نجوم السيما. احمد رمزي ورشدي اباظة. جاي تسأل سؤال طبي بسيط ولا سؤال اكمل في اي معلومه؟ لا طبي بسيط. طيب قول لي اسم مرض بيبدأ بحرف الاكس. ظروف سالمية. سؤال طبي بسيط. طيب قول لي اسم مرض بيبدأ بحرف ال. ليبرسي. جامد. قول لي اسم مرض بيبدأ بحرف الدي. دايابيتس. سكراوية. دلوقتي هخيرك بين حاجتين، تتسأل سؤال طبي بسيط ولا سؤال اكمل بأي معلومة؟ سؤال طبي. طيب قول لي اسم مرض بيبدأ بحرف ال. افتكر الهيماتولوجي. ليبروس صح. طب الهيماتولوجي افتكر كده. اللوكيميا. كيمياء. عايش. تتسأل سؤال طبي بسيط ولا سؤال اكمل في اي معلومة؟ ممكن سؤال اكمل في اي معلومة. زازا فزازا وجاج طازه. لا انا مش حافظ الاغاني دي عشان ما كنتش بتفرج على كرتون. ماشي. سنوحي وحابي. تيتي شيري. سنوحي وحابي. وتيتي شيري. انا كده مبسوط وسط اصحابي وبحب اصحابي ومدرستي. أي حاجة. سؤال طبي بسيط. طيب قول لي اسم مرض بيبدأ بحرف الاكس. إكس. زيرو ديرما بيجمنتوزا. جامد. سؤال طبي. قول لي اسم مرض بيبدأ بحرف ال. ليوكيميا. ليمفوما. شكري. دلوقتي هخيرك بين حاجتين، تتسأل سؤال طبي ولا سؤال اكمل يكون في اي حاجه؟ خلينا في اللي احنا نعرفوه طبي. قول لي اسم مرض بيبدأ بحرف الدي. دينجي فيفر. بص يا زيكو، تتسأل سؤال طبي ولا سؤال اكمل ممكن يكون في اي حاجه؟ طبي. طيب
قول لي اسم مرض بيبدأ بحرف الاكس. اكس. زيروديرما بيجمنتوزا. ماشي تمام.